من كان إماما سواء إماما ثابتا في مسجد أو أما الناس في صلاة من الصلوات فليراعي هذا حتى يحفظ عنه ويؤخذ عنه. الأمر الثالث القراءة في الصلوات الجهرية، فإن السنة الثابتة الغالبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل من الحجرات إلى آخر القرآن من طوال هذه السور، فينبغي تعاهد هذا. وكان صلى الله عليه وسلم في العشاء يقرأ من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصاره، وهذا هو السنة الغالبة. أحيانا يخالف ذلك، مرة قرأ صلى الله عليه وسلم المغرب بالأعراف، مرة قرأ بالمرسلات، مرة قرأ بالطور، لكن الغالب فهذه السنة الغالبة ينبغي أن تحيا بين الناس، وأن يخالف ما عليه كثير من الأئمة الجدد الجهال الذين يأخذون القرآن من أوله إلى آخره، يقرؤون في كل صلاة قدر من الآيات، هذا محدث. أو الذين يقرؤون من أواخر السور في الغالب، هذا محدث. ولو يحتاج الإنسان يقرأ من أول السورة، لأن أول السورة تنبئ وتقدم عن مقاصد السورة دائما. أي سورة تجد أولها ينبئ ويقدم عن مقصود السورة، وبقية السورة هي تفصيلات. فهذه السنة الغالبة في تلاوة الصلاة الجهرية. أما السرية كالظهر والعصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر ما لا يقل عن 30 آية من آيات المفصل أو من أوساط الآيات التي ليست بالطويلة. والركعة الثانية من الظهر نصف ذلك، نصف ما يقرأ في الأولى. وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة أم القرآن، لا يقرأ معها زيادة كالركعة الأولى والثانية. وأحيانا يقرأ، وهذا قليل، يقرأ شيئا يسيرا من القرآن من قصار السور أو آيتين أو 3 أو 5 أو كذا، وهذا نادر. القراءة في الركعة الأولى من العصر نصف القراءة في الظهر، الركعة الأولى من الظهر. في الركعة الثانية نصف الركعة الأولى من العصر، يعني الركعة الثانية من العصر نصف القراءة في الركعة الأولى من العصر. فهذه من السنن التي ينبغي أن تحيا وتنشر بين الناس، وينبه من غفل عنها أو جهلها أو تهاون بها. القراءة في صلاة الجمعة كذلك، في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية الغاشية، هذه سنة. في الركعة الأولى الجمعة، وفي الثانية المنافقون، هذه سنة أيضا. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله سنة ثالثة، أنه يقرأ في الأولى أحيانا الجمعة، في الثانية الغاشية، تكون السنن 3
في تلاوة صلاة الجمعة. السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة الغالب قراءة السجدة في الركعة الأولى لا يجزئها أو يقرأ بعضا منها، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، فإن في السورتين ذكر المبدأ والمعاد، والقيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة، في هذا لفتة تذكير بأحوال القيامة وأحداث القيامة. في سورة السجدة ذكر ثواب المقربين، في سورة هل أتى على الإنسان ذكر ثواب الأبرار، ففيه تذكرة بشأن الجمعة وشأن يوم القيامة. كذلك السنة الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ينبه الناس على هذه السنن حتى لا تفوت، فإنها أعمال صالحة ما ينبغي التهاون بها، وينبغي أن يتعلم أهل البيت من راعي البيت وقيم البيت السنن. أهم ما يعلمهم العبادة، دين الله جل وعلا، أهم من تعليم أمر الدنيا. فهذه ينبغي التنبه لها والعناية بها والالتزام والاستقامة عليها في الجملة في الغالب يعني، وتنبيه الناس وتذكير الغافل وتعليم الجاهل حتى تحيي السنن بين الناس.